جربت تعيش يوم كامل على جزيرة نوبية صغيرة من غير زحمة ودوشة، انت والطبيعة وبس؟ ده يوم لازم تحطه في الباكت ليست بتاعتك لما تروح أسوان. ركبنا المركب وعدينا نص النيل وبدأت جزيرة تنجار تظهر قدامي جنب السد العالي. جزيرة صغيرة شكلها بسيط، أول ما تنزلها بتحس إن الزمن هناك ما بيجريش بنفس السرعة اللي احنا عايشين بيها. جزيرة طبيعتها بكر ولسه محتفظة بروحها الأصلية، هتوريك مصر من منظور تاني وهتعيشك تجربة مختلفة في الصعيد. جمعنا دلوقتي منعزل على جزيرة لوحدي تماما. المياه والجبال هناك منظرهم ساحر، هتلاقي أشجار نادرة والبيوت على ضفاف النيل كأنها لوحة مرسومة. جزيرة تنجار من أحسن الجزر اللي موجودة هنا زي ما انتم شايفين أصلا، يعني هو حتى النخل اللي موجود فيها والمية، احنا أصلا منسوب المية ساعات بيوصل لحد عندي هنا وأكتر كمان، والناس بتنزل تعوم والمراكب بتبقى واقفة لحد هنا. أهل أسوان بيهربوا لها في الصيف عشان كده بيقولوا عليها مالديف النوبة، بس الحقيقة أنا شايف إن روحها مش شبه أي مكان. جزيرة تنجار مش أكتر مكان مشهور في أسوان، بس من أكتر الأماكن اللي هتسيب علامة جواك. ولو حابين المرة الجاية أعمل تحدي يوم كامل على الجزيرة من غير نت من غير شبكة، اكتبولي في الكومنتات.